أذكر كان قبل فترة عندي محاضرات في الأردن، فجلست في مجلس وتكلمت كلمتين عن الصلاة، ففي واحد شايب أردني عمره حول 70 قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. أنا ما أذكر أحد عنده قصة مع الصلاة، يعني الواحد عنده قصة في وظيفته، قصة مع واحدة يحبها، قصة مع الصلاة. قلت: عندك؟ قال: يا زلمة لك شو هالحكي، عندي قصة مع الصلاة. قلت: طيب يا أخي لا تزعل، عطني قصتك وانتهت. قال: أنا يا شيخ لما كنت شاب كنت أزعر داشر، يعني داشر يعني خربان يعني. فيقول: لكن كنت بصلي، كل أصحاب الزعران ما بيصلوا إلا أنا بصلي. يقول: فدخلت مرة للمسجد بدي أصلي، لما بدي أكبر شفت مكتوب على الحيط قدامي: قال صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث ضعيف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول: بعدين قلت في نفسي: لك شو هالحكي، يعني أنا ما إلي صلاة؟ طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، لك شو هذا يا زلمة، أنا ما إلي صلاة، أنا بصلي لشو؟ تدري؟ بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا، بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء والمنكر. شوف إبليس كيف يلعب بالناس. يقول: واقعد يا شيخ 10 سنوات ما أصلي. لك شو هالحكي، أصلي على الفاضي؟ يقولوا: بعدين حضرت حفلة مرة من المرات فيها واحد جداوي، يقول واحد يعني من جدة، يقولوا في ناس ما أدري ايش يسوون. يقول: فجلس جنبي الجداوي وسكرنا، فسألني يقول: احنا سكرانين. قال: انت فين صديقتك؟ قلت: ما عندي صديقة. قال: كيف انت ما تزني؟ قلت: لا ما بزني. قال: ليش ما تزني؟ قلت: ما بدي ازني. قال: طيب ما تزني أجل ليش ما تصلي؟ هذا هم سكارى سبحان الله، لكن أحيانا خذ الحكمة من أفواه. يقول: قلت: ما بصلي لأني بشرب خمر. قال: اسمع يا أبويا. قال: نعم. قال: إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراءة القرآن، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الأول وقطعته، انت لما ما تقرأ قرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تتصدق هم سكارى الحين، جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين، يمكن تحتاجه يوم من الأيام. زين. يقول: خل حبل الصلاة بينك وبين الله يمكن تحتاجه. يقول: قلت: والله كلام صحيح، والله كلام صحيح. يقولوا: أطلع من مكاني وأذهب إلى بيتي وأغتسل وأصلي المغرب والعشاء، ومن يومها ما تركت الصلاة إلى يومي، وأجر هدايته في ميزان حسنات من؟ وهذه من فضائل الخمر ترى، لأن الله قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيمكن هذه منافعها يعني. ففي ميزان حسنات ذاك السكران إن حسنت نيته طبعا، وما أظن النية حسنة، العقل ما هو موجود أساسا. لكن مقصود يا جماعة، شوف يعني كيف أن الإنسان بتعظيمه لأمر صلاة